تعرف عليك يا فندم؟ انا اسمي جمال من اسكندريه. اهلا بيك يا استاذ جمال في القاهره. اهلا بحضرتك. استاذ جمال قول لي ايه مشكلتك او ايه المعاناه انت بتشوفها لما بتيجي معهد الكبد؟ لا هو بالنسبه للاستاف اللي بيصرف السوفالدي او الساده الاطباء المعامله كويسه جدا جدا يعني. بس هو النهارده في الدفعه الخامسه فوجئنا بزياده الريفرين وهو دواء مساعد للسوفالدي، ان هم زودوا قالوا لنا ان بدل ال70 جنيه اللي بندفعهم هندفع كمان 106.5 جنيه. فسالنا قال لك لا ال70 جنيه اتحولت اتعاب اطباء ان انت تخش تشوف الدكتور فال70 جنيه، اما الريفرين ده فانت هتدفع عليه 106.5 تاني. طبعا ممكن انت تبقى جايب على قد ال2200 زائد ال70 جنيه ومش من القاهرة، فهتضطر ان انت تمشي وتيجي يوم تاني علشان تشتري الريفرين. انا دلوقتي مريض الكبد بقالي 15 سنة وعمالة بجري في العلاج ده بقالي كتير، واروح وارجع واروح وارجع، وزي ما انت شايف الزحمة كده مش عارفة اسلم ورق، مش عارفة اخد علاج لان انا تعبت، مريض الكبد مريض الضغط ومريض كل حاجة. اسمحي لي يا فندم انا برضو عايز انقل لسيادتك صوره ان الاعداد كتير، يعني انا شايف في المعهد زحمه واعداد كتير، ولكن انا شايف ان الحكومه بتسعى ان هي تدي كل مريض حقه. صح هي بتسعى صراحه الحكومه، بس احنا يعني انا بلتمس اني اخد العلاج على طول. بطلب من السيد مدير المعهد مشكورا يعني عدد كراسي للصاله يشتغل عليها. يعني انا عندي 200 كرسي في الصاله، يشتغل على ال 200 كرسي دول، يخلص يبقى في ميعاد تاني الساعه 12 الساعه 1. لكن دلوقتي بيبقى شغالين يقول لك تعالى الساعه 8 الصبح، نيجي الساعه 8 الصبح يقول لك لا الاسبوع الجاي الشغل من الساعه 1. تيجي هنا برضه زحام فظيع، زحام يعني لا يطاق في صرف علاج، في دخولي للدكتور. صراحه يعني انا بشكر السيد وزير الصحه والحكومه بتاعتنا صراحه ربنا يعني كتر خيرها ان هي بتعمل كده، بس المفروض الخدمه تتقدم لنا بطريقه احسن من كده. عمليه اداريه، هي عمليه اداريه مش اكتر ولا اقل. حضرتك كمواطن مصري وعايش على ارض مصر حاسس انك بتاخد حقك في المنظومه الصحيه؟ الحمد لله والشكر لله، وجايب نتيجه معانا العلاج جدا 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 يعني. الحمد لله والشكر لله. حضرتك قلت لي انك بتعالج على نفقه الدوله. الدوله بقالي دلوقتي 3 شهور، هم مديني 6 شهور. تمام، عدى منهم 3 شهور الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. يعني ان شاء الله نقول بعد 3 شهور نقابلك ونقول لك الف سلامه. هتلاقيني واقف على رجليا كمان. انت مريض ولا مين مريض؟ هي المريضه ومؤاخذه في الكلمه، وعملت عمليه ناجحه جدا جدا، وعمليه اورام كبد. عملتها فين؟ عملتها هنا في المعهد كبد، وعملت ونجاح كبير 100%. وكانت الدكاتره كتير قالوا لي مش ناجحه، بس الدكتور حسام الشافعي قال لي تعالى نعمل لك في معهد الكبد، ونجحت 100%. والحمد لله ان والدتي تمت شفاها تماما. انا بتعالج برضه بالفيروس الكبدي، واشكر الرئيس السيسي ورئيس الوزراء والحكومه بتاعت مصر، ومصر دي ما تتعوضش، ونحن هنموت في تراب مصر، وايران دي تبقى الكارت اللي بتعمله دي كارت ارهابي مع امريكا، ونحن ناس مواطنين وما لناش غير مصر. مصر هي الدنيا، مصر هي العرب، مصر هي الوطن، وما فيش بعد مصر، وتحيا مصر. انا شايفك مبتسمه كده. ربنا يخليكم ويبارك فيكم ويوسع رزقكم ويخلي السيسي ويحمي الحكومه كلها والجيش والشعب والناس الطيبه الحنينه اللي قلبها طيب، وكل الموظفين والدكاتره وكلهم هنا بيقفوا مع الغلبان، والله العظيم بيقفوا مع الغلبان. ولو انا تعبانه ومش عارفه اخش بياخدوني من ايدي يدخلوني بيساعدوني. انت حاجه دلوقتي كمواطنه مصريه حاسه انك بتاخدي حقك في بلدك؟ صلى على النبي، وبيعملوا لي التحاليل بيبقى على نفقه الدوله، وبيدوني العلاج غالي على نفقه الدوله، عشان انا ست على قدي وباخد معاش على قدي، والحمد لله رب العالمين. تحيا مصر ويحيى السيسي. السيسي احنا بنحب السيسي، وتراب مصر على راسنا من فوق، واحنا من غير السيسي ما لناش اي لازمه. الف سلامه عليك. اتمنى انا بقالي 15 سنه بتعالج هنا من الكبد، ومنتهي في الفتره الاخرانيه الثالثه، بس عندي امل في الله سبحانه وتعالى، والعلاج هنا زي الفل وبيدوها كل حقوقنا، واحسن ناس هنا الموظفين والدكاتره وكل الناس. وتحيا مصر ويعيش السيسي. نفسي اقول كلمه للسيسي، تحيا يا سيسي، تحيا يا سيسي على راسنا من فوق. بنحبك يا سيسي. والسيسي برضه والشعب كله بنحب السيسي، واولادي كلنا بنحب السيسي. انت السيسي والجيش والحكومه ده على راسنا كلنا من فوق. الف سلامه عليك. الناس الله يبارك لكم كلكم. تحيا مصر وتحيا مصر.
تحيا مصر. مشكلتك يا حاج؟ انا مفيش عندي مشكله الحمد لله. انا زوجتي بقى لها بتاع اكتر من 15 سنه بتتعالج بالفيروس في تليف في الكبد، فالحمد لله العلاج الجديد دون يعني نسبه شفاء دلوقتي لغايه دلوقتي وصلنا ل 80%. الحمد لله هي في الجرعه الخامسه دلوقتي هتاخدها النهارده، وباذن الله بدعاء الناس الطيبين والحكومه والبلد والرئيس، وبصراحه يعني ما لقيناش معامله احسن من كده. الحمد لله. كمواطن مصري يا فندم، بنتكلم بصراحه ان احنا كلنا زي بعضينا وسطنا واحد وكلنا بسطاء وكلنا يعني ربنا يشفي كل مريض. انت سيادتك كمواطن مصري حاسس ان وزاره الصحه بتقدم لك على قد امكانياتها خدمتك كمواطن؟ وزاره الصحه بصراحه قايمه باكمل وجه، يعني عملت لنا الشيكات 6 شيكات، بروح كل شهر اختم الشيك واجي هنا اصرف بيه العلاج، حاجه ما فيش بعد كده يعني على نفقه الدوله، مع ان وفي ناس مقتدره برضو، بس اللي عايز بيعمل على حسابه بيعمل على حسابه، اللي بيعمل على نفقه الدوله زي حالاتي انا بعمل على نفقه الدوله، فكل شهر بروح اخدم الشيك من وزاره الصحه واجي هنا. حتى تحليل الBCR برضو على نفقه الدوله، يعني حاجه في منتهى الجمال. انا